مساء الخير. انا قلت قبل الماتش لازم آه، اطلع بفيديو اتكلم فيه، لان آه، ما اتكلمتش عن الماتش. آه، يعني مش هقول بالتفصيل وفيديوهات وكده. لكن انا عارف ان انا من يومين طلعت وقلت ان احنا هنخسر خسارة تقيلة من الزمالك من الاهلي. لان بصراحة آه، اللخبطة اللي بيسيرو بيعملها في الفرقة ما تريحش. انا املي الوحيد طبعا، انا ما احبش وما اتمناش ان الزمالك يخسر. احنا لا هنخسر فرق ثلاثة او اكتر، يا هنكسب فرق ثلاثة. يعني ما فرق الواحد والكلام ده مش هيبقى موجود. ليه بقول كده؟ لان اللخبطة اللي حصلت من بيسيرو في التشكيلات وفي تغيير اللعب والكلام ده، آه، هتخلي اللعيبة تنزل مش بتتحرك صح جوه ال 18، وبالذات في الخط الخلفي. يعني صلاح مصدق ممكن يعمل غلطات، هقول ساذجة، غلطات، ممكن تحركات عبيطة. آه، التشكيل اللي الناس كلها بتتكلم عليه ان الونش وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد، سواء بقى حسام عبد المجيد هو اللي في القلب وعلى الشمال وهو الونش او العكس، مش هتفرق قوي بالنسبة لي. وعلى شمالهم بنتايج، واللي هو نفس التشكيل اللي لعبنا بيه من 3 أسابيع ده. آه... تمام بالنسبة لي، ما عنديش مشكلة. وحتى لو كان ناصر منسي كان هو اللي كان موجود، ما عنديش مشكلة ان كان لا، الجزيري هو اللي يبتدي الماتش طبعا، مش ناصر منسي خالص يعني. الفكرة في ايه بقى؟ الفكرة ان انا خايف من تحركات اللعيبة في الخط الخلفي، وبالطريقة اللي احنا بنتكلم فيها او بطريقة اللعب اللي احنا بنتكلم فيها. هو مين اللي هيهاجم الفريق بتاع الاهلي؟ مين اللي هيدخل الاجوان عندنا؟ انت شفته قدام الاهلي من 3 اسابيع، هو مفيش حد بيهاجم. مفيش حد بيهاجم، مفيش حد عارف يوصل للجون. ما وصلناش للجون غير لما الاهلي رجع لورا واحنا مسكنا الكورة، وبعد دقيقتين من مسك الكورة عرفنا ندخل جون. على فكرة طبعا هي ميزة كويسة طبعا ان احنا ندخل جون بعد دقيقتين، وان احنا حاجة واربعين نقلة. دي ميزة كويسة قوي، لكن تبين حاجة تانية، هي مش ميزة. انت مش عارف توصل للجون. احنا يا جماعة لازم يكون عندنا اسلحة توصلنا لمرمى اي خصم احنا بنلعبه. علشان كده التشكيلة اللي الناس بتتكلم عليها دي انا مش مقتنع بيها. كونسبت ان انت تلعب بزيزو والجزيري بس هم دول اللي بيهاجموا، هي دي اسلحتك الهجومية بس، دي حاجة مش صح. دي حاجة مش كويسة، بالذات كمان ان انت الاهلي ما عندوش دفاع وما عندوش خط وسط. انا اتمنى حاجتين بصراحة. اتمنى ان يلعب بالخماسي السوبر بتاعه اللي هو امام وجلاديشار و وبن شرقي والشحات وسام ابو علي. امنية حياتي يلعب بالخمسة دول، علشان كده نص الملعب يبقى فاضي. تمام. وكده برضه هيخاف ان هو يلاعب الباكات تطلع تهاجم. ولو عمل كده يبقى انت كده هو ايه بيفضي الفرقة ورا. فده معناه ان انت لو في 3 قدام عندك بيهاجموا، خلاص انت عندك مساحات. وانت بقى مش حرس الحدود والناس الكاتيانة ده، انت عندك الجزيري وزيزو. لو اتحط معاهم محمد حمدي او اتحط معاهم بنتايج، انت هتزعله جامد. لازم لازم انا لو مكان بيسيرو بصراحة لازم افكر في الفكرة دي. الاهلي احنا عارفين كلنا انه هينزل ضاغط على الزمالك من اول دقيقة. طب ليه لا ما ضايقش الاهلي؟ انا ما عنديش، انا هلعب بخمسة ورا ما عنديش مشكلة. انا ما عنديش مشكلة العب بخمسة ورا. عايز رأيي؟ عبد الله السعيد ما يبتديش الماتش. عبد الله السعيد ما يبتديش الماتش. محمد حمدي بيبقى وينج باك شمال. وينج باك شمال. شحاتة
ودونجا يبقوا في قلب الملعب 2، والتلاتة اللي قدام زيزو و... والجزيري وبنتايج. اه، بنتايج يبقى جناح شمال قدام. احنا بنلعب على مرتدة، انا ما بلعبش مهاجم منظم. يعني انا مش، بنتايج مش هيساعدك لو انت بتلعب قصاد فريق بيدافع، احنا عارفين المعلومة دي. لكن في نفس الوقت لو انت بتلعب على الهجمة المرتدة، بنتايج طبعا هيساعدك. انت فاهم يعني ايه؟ انت بتهجم، لو الاهلي مثلا هيلعب بالعش يا سيدي، هيلعب بالعش ورامي ربيعة ومحمد هاني ورا، و... واي باك شمال، مش هيفرق معايا كوكا ولا التاني، مش فارق معايا. بس انت نص الملعب بتاعه ما فيهوش غير اسمه ايه، غير مروان عطية بس. بس يا جماعة احنا عندنا فرصة نرزع الاهلي هجمات مرتدة من هنا لبكرة. ليه ما نستغلهاش؟ هندافع كويس، عمر جابر ومحمد حمدي وينج باكس مش وحشين، ومعاهم الثلاثة اللي ورا الونش وحسام عبد المجيد و... وصلاح مصدق مش وحشين، وقدامهم دونجا وفتوح مش وحشين. سوري، دونجا وشحاتة مش وحشين، وبيرجع معاهم زيزو، وبيرجع معاهم بنتايج. يا جماعة صدقوني كده هيبقى احسن. ويبقى بره عندك ناصر منسي، سوري، ناصر ماهر وعبد الله السعيد وفتوح، لعيبه كوره بره، لو حصل حاجه لا قدر الله انت تقدر تنزلهم تستفيد بيهم. وفي نفس الوقت تبقى انت ريحت اللعيبه اللي لعبت 120 دقيقه من 4 ايام دول. اعتقد ان بيسيرو جزء من تفكيره في الكلام ده. بيسيرو بيتهيألي ان هو آه، جزء من تفكيره، هو عارف ان الاهلي هيبقى ضغطه، وهو عارف مش عبيط ان الاهلي دفاعه وحش ونص ملعبه ضعيف. هو عارف انه لو لعب على المساحات هيبقى عنيف على الاهلي، ولو لعب بزيزو والجزيري بس مش هيبقوا آه، يعني مؤذيين لدفاع الاهلي. صدقوني اللي انا بقوله ده هيكون مفيد اكتر في الفريق ده، او في الماتش ده. آه، اعتقد ان ممكن آه، اسمه ايه، كولر يخاف وما يلعبش جلاديشار، وينزل اكرم توفيق في نص الملعب. عندي احساس بكده. او ممكن ما يلعبش حسين الشحات، ولا يعني هيضحي بواحد من الاتنين دول، وينزل اكرم توفيق تالت في نص الملعب، ويبقى اكرم ومروان وقدامهم امام، والثلاثه اللي قدام يبقى جلاديشار على اليمين ووسام في النص، و و واسمه ايه وبن شرقي على الشمال. ودي برضه هتبقى مصلحة بالنسبة لنا، حتى لو احنا برضه لعبنا ب5-4-1 اللي انا بتكلم عليها، برضه هتبقى مصلحة بالنسبة لنا. انا في كل الاحوال آه، انا خايف من آه، اللعب في التشكيل المرة الشهر اللي فات، اللعب في طريقة اللعب الشهر اللي فات، في الماتشات اللي فاتت بان قوي على صلاح مصدق التوتر، وان هو ما بقاش عارف تحركات اللعيبه اللي حواليه عامله ازاي. يعني هو لعيب جديد آه، في بلد غريبه، وكمان بيلعب كل شوط مع لعيبه شكل وفي طريقه شكل. فاللعيبه ممكن مع كمان ان اسمه ايه، آه، الونش مش جايب فورمه عاليه. انا اتمنى ان بدل الونش يكون فتوح. انا ده نمرة واحد بالنسبة لي، ان التلاتة اللي ورا يبقى فتوح هو اللي على الشمال. ده بالنسبة لي احسن حل. لكن هقول تشكيلتي انا كرامي يعني: عمر جابر على اليمين، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، فتوح على شماله، محمد حمدي قدامه 2، عبد الله السعيد
محمد شحاتة، قدامهم ثلاثة، زيزو وبنتايج والجزيري. انا عايز امسك كورة، انا مش خايف من الاهلي. اه انا مش خايف من الاهلي، انا هلعب بتكتل ورا. يا جماعة احنا الزمالك، هو مين قال لنا ان احنا فرقتنا وحشة قوي كده؟ انا فرقتي مش وحشة يا جماعة. الاهلي مخيف، يعني ما عنديش مشكلة. بن شرقي تقيل، جلاديشار تقيل، وسام تقيل، بس يا جماعه احنا لما هنلعب بخمسه ورا والخمسه بتوعنا تقال برضو على فكره، قدامهم اربعه، خلاص انا مش فرقه ضعيفه والله. يعني انا مش فرقه وحشه. فانا لو لعبت بخمسه، انا مش نازل اتخانق. يعني مش لازم انزل بالونش وبنتايج يعني مش لازم العب بالخمسه يكونوا نازلين بيضربوا. لا، لو لعبت بخمسة بيقفوا صح ورا وبيقفلوا زوايا صح وبيتحركوا صح وفاهمين يعني امتى انزل مع المهاجم وامتى اسيبه، والاربعه اللي قدامهم واقفين صح وبطلع في الهجمات المرتده صح وبرجع صح، خلاص. مش لازم، انا مش نازل اتخانق. ف بس عيب اللي انا بتكلم فيه ده، ان ولا فتوح لعب تالت ورا قبل كده، ولا بنتايج لعب رابع في القلب قبل كده. فالخطة مش هتبقى أحسن حاجة، فبلاش. خلينا بنتايج ناحية الشمال، خلينا زي ما احنا، تمام. لكن أنا فكرة إن عبد الله السعيد يلعب آه، يعني على الطرف دي شمال هتبقى صعبة قوي عليه. هنخسره في آخر الماتش. الماتش 90 دقيقة، وأنا عايز عبد الله يكون موجود في آخر الماتش، هستفيد بيه آخر الماتش أكتر من اول الماتش. فعلى طبعا حسب الحالة البدنية بتاعته، هل هو هيقدر ان هو يكمل يعني يبتدي الماتش هيبقى فت ولا لا. ده بصيره طبعا هو اللي يقولها. لكن في النهاية شحاتة ودونجا في قلب الملعب، انا ما عنديش مشكلة ان انا ابتدي بيهم. بس انا مع ان محمد حمدي يبتدي الماتش ونلعب على هجمات مرتدة واذي الاهلي. انا ده اللي انا بفكر فيه وعايز اشتغل عليه من اول دقيقة في الماتش. اسيب الاهلي يهجم عليا، خليه يفتح مساحات. هو هيبقى منظم دفاعيا لما يبقى واقف ورا، لكن بمجرد انه يطلع من الاماكن الدفاعية بتاعته ويسيب لي مساحات، انا استغل المساحات دي واهجم عليه. العب بقى الهجمات المرتدة دي بثلاث لعيبة تكون خطر، وفي واحد ورا هو اللي بيلعبهم الكور العالية او الكور اللي هي اللي من ورا لقدام. دي هتبقى احسن حاجة ممكن نعملها في ماتش زي ده. وبعد بقى الماتش ده نبقى نتكلم. سلام. ان شاء الله نكسب النهارده.